لو نفسك تخلّي الزيتون في البيت ويطلع تحفة زي بتاع المحلات بالضبط ويمكن أحسن كمان، تعالي أعرّفِك على شوية أسرار بسيطة جدًا في طريقة تخليل الزيتون، هي اللي بتفرق في الطعم والقرمشة واللون، وبتخلّي الزيتون يفضل معاكِ سَنة وأكتر من غير ما يطرى منِّك أو يبوظ. النهارده إن شاء الله هاخلّل معاكِ الزيتون التفاحي والزيتون العزيزي، وهاقول لِك أي نوع أفضل في التخليل، ويفضل معاكِ بنفس قرمشته، لحد تحضير محلول التخليل وإضافة المكونات اللي بتدّي الزيتون ريحة وطعم مميز ومضبوط. وكمان هاقول لِك على أهم سر يخلّي الزيتون يستوي ويتخلل من غير مرارة. ولو أنتِ أول مرة تخلّي الزيتون إن شاء الله هيطلع معاكِ مضبوط من أول مرة. ولو أول مرة تشوفيني يسعدني جدًا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وفي البداية يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وزي ما قلت لكم في أول فيديو، هنخلي مع بعض إن شاء الله الزيتون التفاحي والزيتون العزيزي، معايا 3 كيلو من كل نوع. ولو انت بتفضلي نوع معين منهم في التخليل ومش بتعرفي تفرقي بينهم وانت بتشتريه، اللي طلعته الأول ده كان الزيتون التفاحي، بيكون لونه فاتح شوية عن الزيتون العزيزي. حبيت الزيتون التفاحي، بتكون مدورة واخدة شكل التفاحة من فوق، ومن تحت بتبقى ناعمة وملهاش بوس خالص. أما بقى الزيتون العزيزي أو العزازي، بتكون الحباية مطولة شوية وبيكون لها بوز من تحت وبيكون نقامة شوية من الزيتون التفاحي. وبالنسبة لحجم الزيتونة، زي ما انتم شايفين كده مفيش أي اختلاف، الزيتون حجمه واحد. وفي المعتاد الناس اللي بتبيع الزيتون بتعرفك نوعه. الزيتون مع إنه لسه في بداية الموسم بس بيعتبر سعره حلو جدا ومعقول، جايباه من عندنا في طنطا ب50 جنيه، والنوعين سعرهم واحد. معرفش هيرخص ولا ايه، بس هو كده سعره يعتبر حلو ومعقول، وبيبقى أوفر بكتير من الزيتون اللي بنشتريه جاهز من بره. ودلوقتي بعد ما عرفنا نوع الزيتون التفاحي والعزيزي وإيه الفرق بينهم، هنركنه على جنب وهنسيبه دلوقتي. وهبدأ بالليمون، معايا 5 كوب ليمون أخضر. أنا بحب الليمون الأصفر أوي في التخليل، بس الليمون الأخضر ده كان كتير أوي ومالي السوق وكان هو اللي قدامي، فاضطريت إني أجيبه عشان محتاجاه للزيتون. وهنخلله برضه هيبقى زي الفل. ومرة تانية إن شاء الله هنجيب ليمون أصفر وهنعصفره مع بعض رمضان. وانت بتشتري ليمون التخليل بتجيب الليمون اللي قشرته خشنة عشان بتكون ملحمة من جوه مفيهاش مية خالص. أما الليمون اللي قشره ناعم ده بيبقى ليمون العصير أو الاستعمال البيتي، الليمون بيبقى مليان مية. أنا مش هخلي كمية الليمون اللي معايا دي كلها، أنا هاخد تقريبا كده 3 كيلو للتخليل، وبقية الكمية أنا هاخدها عصير عشان الزيتون. حطيت الليمون اللي هخليه في حلة واخده على الحوض كده وهغسله كويس علشان اتخلص من الأتربة الموجودة عليه واتأكد من نظافته. وبعد ما غسلت الليمون هحط عليه مية نضيفة من الفلتر، وهبدأ أسلق الليمون الأول علشان الليمون يبرد، وعلشان كمان مية سلق الليمون أنا مش هرميها، هحتاج في تخليل الزيتون. هاخد الليمون وهرفعه على النار علشان أسلقه، نقلته في حلة أوسع شوية عشان التانية كانت صغيرة، وعلشان أزود شوية مية عليه كمان. هسيب الليمون على النار يغلي، وبعد الغليان هحسبله ربع ساعة. الليمون الأخضر بيغيب شوية في السليق علشان القشرة بتاعته تبقى جامدة وملحم من جوه، بس بصراحة بيبقى حلو أوي في التخليل، وبيبقى زي الليمون اللي أمهاتنا كانت بتعمله. عملت الخطوة دي من بالليل علشان عايز أسيب الليمون في المية فترة طويلة علشان المية تبقى مركزة أكتر واستفيد منها في تخليل الزيتون، ده غير طبعا إن عايزة المية باردة. الليمون مش بسيبه في السليق يفتح ولا ينهري، زي ما انتم شايفين كده الليمونة سليمة. بطفي عليه النار وبسيب الليمون في المية لتاني يوم زي ما قلت لكم. ودلوقتي بقى هنرجع للزيتون بتاعنا تاني. مسكت كمية الزيتون العزيز اللي معايا، ومن غير ما اغسل الزيتون ولا اعمل فيه اي حاجة، عملت في كل حباية زيتون كده بالسكينة فتحة واحدة. وهعمل في الزيتون التفاحي نفس اللي عملته في الزيتون العزيز، بجيب حباية الزيتون كده وبفتحها فتحة واحدة بالسكينة من الجنب، وده علشان الزيتون يتخلل بسرعة وينزل مرته في المية. والخطوة دي أنا بعملها في الزيتون لو أنا عايز الزيتون بتاعي يتخلل بسرعة وآكل منه على طول، وعلشان الزيتون مش بيتنقى وأنت بتشتريه وينباع على بعضه، بيقابلك بعد حباية كده لونها مختلف، يعني حباية سمراء أو حتى حباية مشبحة بالحمر. فالحباية دي احنا بنشيلها خالص من الزيتون وبنستبعدها، وهنخليها في برطمان صغير لوحدها عشان بتطيب بسرعة. وهفتح بقية كمية الزيتون اللي معايا كلها بنفس الطريقة، هعمل في كل حباية كده فتحة من الجنب زي ما انتم شايفين. أنا مش بحب أدق الزيتون يا جماعة عشان مكسروش، بحب إن تكون حباية الزيتون سليمة وشكلها حلو في التقديم. بكتفي بإن أعمل في كل حباية كده فتحة من الجنب مش أكتر من كده. وده بالنسبة للزيتون اللي عايزاه يتخلل بسرعة ونستعمله على طول. وطبعا كلنا عارفين إن الزيتون التفاحي بيتخلل بسرعة ومش بياخد وقت خالص، يعني ممكن بعد شهر كده من تخليله تفتحي عليه وتاكلي منه. عايزة أقولك إن الزيتون العزيزي أحلى وأجمل كمان، بيبقى ملحم وزي العسل والبذرة في قلبه بتبقى صغيرة خالص. ولو بتشتريه لأول مرة متعرفيش تفرقي بين النوعين علشان الزيتون بيبقى حجمه واحد، وكمان في اللون بيبقى قريب جدا من بعضه. أهم حاجة إنك ما تجيبيش زيتون بلدي. أنا هعمل كمية الزيتون اللي معايا كلها بنفس الطريقة، وهعمل في كل حباية كده فتحة من الجنب
علشان أنا عايزاه يتخلل بسرعة ونستعمله وناكل منه على طول. أما بالنسبة للزيتون اللي بيخلله وعايزاه يفضل عندي سنة وأكتر كمان، مش بفتحه بالسكينة ولا باجي يومه خالص، بخلي الزيتونة سليمة زي ما هي، وبالرغم إنه مش متفتح بيفضل عندي سنة كاملة، لا بيطرى مني ولا بينعم ولا حتى بيكون طبقة بيضة على الوش. وبخلله بنفس الطريقة اللي هخلل بيها زيتون معاكم دلوقتي. ومش ديت كل كمية زيتون اللي بخللها، أنا بخلل أكتر من كده بكتير. أنا من الناس اللي بتحب مخلل الزيتون يبقى موجود عندها طول السنة، ويبقى دايما موجود على سفرتها جنب أي أكلة. وطبعا مفيش اختلاف إن الزيتون أحلى وأجمل المخللات، وبالذات كمان لو عملناه في البيت بنفسنا، غاسلين الزيتون وضمننا نضافته وعارفين متخلل ازاي. وشوية الزيتون اللي في الطبق دول هم اللي طلعتهم من كمية الزيتون بتاعتي، يعني تقريبا طلعت نص كيلو ونسيت اكل زيتون. كان فيهم بعد حباية سمراء على حباية اللي مشبحة كده بالحمار. وزي ما قلت لكم احنا هنحطهم في برطمان وهنخليهم لوحدهم، علشان الزيتون ده يبقى طيب ومش بياخد وقت في التخليل. وبعد ما شقات الزيتون اللي معايا كله وخلصته، اخدته على الحوض وغسلته غسلة كويسة. الخطوة اللي بعد كده، جبت الزيتون العزيزي وحضرت كمان نص كيلو من الشطة الخضراء الحامية. الشطة دي بتكون شطة الزيتون، بتكون موجودة مع بياعين الزيتون، وأي نوع شطة خضراء هتنفع في تخليل الزيتون. بس ليه احنا بنجيب دي بالذات؟ عشان بتكون رفيعة أوي ومبتاخدش مساحة في البرطمان، ونقدر نخلي كمية كبيرة من الزيتون. لو تلاحظوا أنا مستخدمة الشطة الكبيرة والشطة الصغيرة عشان الاتنين بينفعوا يبقوا زي الفل. وخلينا الشطة الكبيرة ديت قبل كده مع بعض، وعرفتكم ازاي بتقعد معاكم سنة بنفس القرمشة واللون والطعم من غير ما تنهري منكم أو تبوظ. فأي نوع شطة معانا هتنفع، المهم إنها تكون خضراء. ال3 كيلو زيتون بنحط لهم لحد نص كيلو شطة خضراء حامية. وإضافة الشطة على الزيتون أول سر من أسرار نجاح الزيتون بعد التخليل، علشان الشطة بتسحب المرارة من الزيتون. وممكن تزودي كمية الشطة عن كده أو تقلليها، بس بلاش تستغنى عنها خالص. بجيب قرن الشطة وبعمل فيه فتحة صغيرة خالص بالسكينة علشان يشرب من المحلول الملحي ويتخلل. بحضر البرطمان اللي أحط فيه الزيتون، وطبعا قبل ما بستخدمه وأحط فيه الزيتون بكون غسلاه ومعقماه كويس. ومش شرط خالص إنك تستخدمي برطمان إزاز في المخللات بتاعتك. الناس الحلوة اللي متابعاني وبتشوف المخللات بتاعتي أنا بخليها كلها برطمانات بلاستيك، وبتطلع حلوة وزي الفل وأحسن بكتير من المخللات الجاهزة بتاعت أكبر المحلات اللي بنجيبها من بره غالية جدا. أهم حاجة طريقة التخليل المظبوطة، مش البرطمان اللي هنحط فيه المخلل. بعبي الزيتون والشطة في البرطمان زي ما انتم شايفين، وبحط معاهم كمان شوية من قشر الليمون اللي أنا عصراه. بيتخلل وبياخد من طعم الزيتون وبيتاكل وبيبقى طعمه زي الفل. البرطمان اللي معايا ده هياخد ال3 كيلو زيتون بالشطة بتاعته، بس بكبسه كويس عشان ما يدخلش فيه هوا. بشيل البرطمان كده وبرفعه وبربطه على الرخامة خطين 3 عشان الزيتون يرسخ كده ويهبط وينكبس كويس. الزيتون ده أنا مش هضيف له أي حاجة تانية غير كده، يا دوب هضيف عليه المحلول الملح بس مش أكتر، علشان أنا عايزة لون الزيتون ده يكون رايق ويكون بنفس لون الزيتون السادة اللي بنشتريه من بره، اللي بيبقى منضاف عليه شطة بس مش أكتر. وبعد ما عبيت الزيتون العزيز في البرطمان هركنه على جنب، وهجيب الزيتون التفاحي. والزيتون التفاحي هنخليه متحبش، مش هنخليه سادة زي الزيتون العزيزي. بس عايزة أقولك إن الطريقتين ينفعوا مع الزيتون العزيزي والزيتون التفاحي. يعني ممكن تخلي الزيتون العزيزي بنفس الطريقة وتعمله تحبيشة حلوة قوي بتتاكل قبل الزيتون. ممكن كمان تخلي الزيتون التفاحي سادة بدون أي إضافات عليه، بشطة ومحلول الملح بس. بس أنا بعرفك الطريقتين عشان لو حابة تعملي بأي طريقة منهم، والطريقتين أحلى من بعض في التخليل. وأنا عن نفسي بخلي بالطريقتين كل سنة علشان كل طريقة منهم بيبقى لها طعم مميز. وزي ما قلت لكم الطريقتين أحلى من بعض ونتيجتهم مضمونة، وإن شاء الله تخللوا الزيتون وتجربوه وتحكموا عليه بنفسكم. فضيت الزيتون التفاحي على صينية علشان بعد ما أضيف عليه إضافات لطيفة كده أعرف أقلبه. وأول حاجة ضفتها عليه نص كيلو من الشطة الخضراء الحامية، وبضيف عليه كمان شوية من قشر الليمون اللي أنا عصراه. وأخدت ميته وركنتها على جنب لحد ما احتك في المحلول الملحي. ضفت كمان بشر نص كيلو من الجزر بأي مبشرة بتكون موجودة عندك. بتبشري الجزر بشر خشن وبتضيفيه على الزيتون. هضيف كمان هرسة شطة، وهرسة الشطة اللي معايا ديت كانت متفرزة أنا عاملاها في البيت بنفسي، مخزناها من السنة اللي فاتت. بحط على 3 كيلو زيتون قد ملو كوباية كده من هرسة الشطة. وهرسة الشطة اللي معايا ديت ما كانتش حامية بزيادة، علشان وانا بعملها كنت حاطة عليها فلفل أحمر. ودي بتكون الشطة اللي بنعمل منها الهريسة. لو مش موجود عندك هرسة الشطة، بتجيبي الشطة الحمرا ديت وبتشيلي من عليها العنقود الأخضر، وبتحطها في شفشق الخلاط أو في الكب وتضربيها، وتحطها بالبذور اللي في قلبها وتضربها ضرب خشن وتضيفها على الزيتون. وأضيف كمان شوية من العصفر قد نص كوباية كده يعني. وأضيف معلقة صغيرة خالص من حبة البركة، وبلاش نزود أكتر من معلقة صغيرة من حبة البركة علشان بتغمق لون الزيتون. الخطوة اللي بعد كده بمسك الزيتون بقى بالتحبيشة اللي ضفتها عليه
وبقلبه تقليبه كويسه كده ببعضها زي ما انتم شايفين. وببدأ بقلب الزيتون بحضر البرطمان وبعبيه. واهم حاجه واحنا بنعبي الزيتون في البرطمان اننا نكبسه كويس علشان البرطمان ياخد زيتون كتير، وعلشان كمان نخرج منه اي هواء يكون موجود فيه. مليت البرطمان الكبير وبقى شويه حطيتهم في برطمان صغير. وبعد ما عبيت الزيتون التفاحي هو كمان هركنه على جنب. وهنجيب الليمون اللي احنا سلقينه من بالليل وسايبينه بايت في ميته، ومية السليق بتكون بردت خالص، وبنشيله وبطلعه من مية السليق في طبق علشان نعبيه ببرطمان هو كمان. وبعد ما طلعت الليمون من المية باخد مية سليق الليمون ديت وبركنها على جنب دلوقتي. احنا مش هنغلق الميات، هنستخدمها في تخليل الزيتون والليمون. هنضيف على الليمون شوية شطة خضرا حامية، وده الشطة هنا حسب الرغبة، يعني ممكن تزودي أو تقللي أو ممكن متحطهاش خالص، ده براحتك انتي. بس الشطة بعد التخليل مع الليمون بتاخد طعم الليمون وبتبقى حلوة أوي في الأكل. هجيب كام قرن شطة أحمر كده وهقطعه هو كمان وهخله مع الليمون، بيبقى عامل زي الهالبينو كده، بيبقى طعمه حلو أوي في الأكل. بحضر البرطمان وبعبي فيه الليمون، والبرطمان ده ياخد كمية الليمون اللي معايا كلها عشان هي مكانتش كمية كتير، ده كده أقل من 3 كيلو. طريقة تخليل الليمون ديت هي الطريقة الأصلية في تخليل الليمون بتاعت أمهاتنا. الليمون بيبقى طعمه حلو أوي وريحته جميلة، وبعد تخله كده أول ما تفتح البرطمان ريحته بس تفتح النفس. وبعد ما عبيت الزيتون اللي معايا كله والليمون في برطمانات، وعبيت كمان شوية الزيتون اللي كانوا باقيين معايا كده برطمان صغير. الخطوة اللي بعد كده هنحضر المحلول الملحي اللي هنضيفه على الزيتون والليمون. بحضر مية سليق الليمون الباردة، وبأكد يا جماعة إن المية لازم تكون باردة، يعني ما تكونش دافية حتى. يعني حتى لو سلقت الليمون في نفس اليوم واستخدمت ميته لازم تسيبها لحد ما تبرد خالص، تمام؟ المية ديت كانت 3 لتر مية. ضفت عليها عصير كيلو ونص ليمون، بمعدل كل كيلو زيتون ربع كيلو من الليمون. بعد ما عصرت الليمون جم 3 كوبايات ونص زي ما انتم شايفين. معلومة مهمة جدا يا جماعة في عصير الليمون، واحنا بنعصر الليمون مش بنضربه بشفشق الخلاط، احنا بنعصر الليمون بايدينا، او ممكن نستخدم كمان عصيرة الليمون اليدوي علشان ما نمررش الزيتون بزيادة. بضيف كمان كوباية من خل الطعام الأبيض. وإضافة الخل على الزيتون مش بيهريه ولا بيبوظه، إضافة الخل بيكون هو السر الوحيد في لون الزيتون الأصفر الجميل. وجينا بقى لأهم خطوة في تخليل الزيتون، وهو إضافة الملح المظبوط في تخليل الزيتون. وبنحط لكل كوباية مية معلقتين كبار مليانين هرمين زي ما انتم شايفين كده ملح. مستخدمة كيس الملح اللي هو 300 جرام. فضيته في كوباية الشاي اللي هي موجودة في كل بيت، ملها لي على آخرها. حطيت لكل لتر مية اللي هو 4 كوبايات بكوباية الشاي العادية كوباية وربع ملح. يبقى كده عرفنا مقدار الملح المظبوط، لكل لتر مية كوباية وربع ملح، أو لكل كوباية مية معلقتين ملح كبار مليانين هرميين. وفي الآخر برضه هقولك أنا أخدت قد إيه ملح لليمون والزيتون اللي معايا بالظبط. بقلب المية في الملح كويس جدا وبتأكد إن الملح ده خالص ومعلوش أي أثر. بجيب الزيتون السادة وبحط عليه المحلول الملح اللي حضرناه بدون إضافة أي حاجة تانية عليه، علشان إحنا قلنا إحنا عايزين الزيتون السادة لونه زي اللي بنشتريه من بره بالظبط. بملى البرطمان كده من محلول الملح وبغطي الزيتون كله، واركن البرطمان على جنب. وبقيت المحلول الملح اللي معايا بضيف عليه معلقة كبيرة مليانة من الكركم، بضيف عليه كمان قد معلقتين تالتة كده من هرسة الشطة. بقلب الكركم وهرسة الشطة في المحلول الملحي، وبحط منه في البرطمانات اللي فيها زيتون تفاحي اللي احنا عاملينه محبش، وبحط منها على بقية الزيتون اللي معايا كله. وبقية المية اللي هتفضل معايا هضيف منها على الليمون. وبالنسبة لكمية الملح اللي بضيفها على المية ديت كانت مظبوطة جدا، وبخلي بيها الزيتون كل سنة، والزيتون بيطلع مية ملح مظبوط، لا حادق بزيادة ولا حتى عادب ولا فيه أي مرارة خالص. التلاتة لتر مية مكفوش الزيتون والليمون. حضرت لتر مية كمان كنت غليها وسايباها لما بردت جنبي، وضفت عليه كيس وربع ملح، وزودت منه المخلل بتاعي. واخر حاجه بعملها في البرطمانات بعد ما زودتها كلها بالمحلول الملحي، بجيب قشر الليمون اللي عصرته وبحطه في حق البرطمان زي ما انتم شايفين، وبضيف على الوش كده شويه من الزيت. اضافه الزيت هنا هو سر لمعه الزيتون او الليمون بعد التخليل، ده غير ان بيعمل طبقه عزل كده بين الهواء وبين الزيتون. ومستحيل بعد اضافه الزيت على وش الزيتون او الليمون انه يكون بكتيريا ويعمل طبقه بيضاء على الوش. بقفل البرطمانات كده بوطيانها، وبركن البرطمانات جنبي في المطبخ، بحطها جنبي كده على الرخام 3 4 أيام علشان الجو حر، ولو البرطمان فار كده أقدر أنضفه وأمسحه. بعد كده أقدر أحتفظ بالبرطمانات في أي مكان في المطبخ لحد الزيتون ما يتخلل. بالنسبة للزيتون التفاحي أقدر أفتح عليه كده وأستعمله بعد 45 يوم من تخليله. أما بقى زيتون العزيزي بعد التخليل بيفضل معاك سنة وأكتر بنفس قرمشته وطعمه الجميل. بفضل أي نوع في تخليل الزيتون. أنا عن نفسي بحب أخلي الزيتون العزيزي، ومش بخلي كل سنة أكتر من 3 كيلو زيتون تفاحي
علشان الزيتون العايز بيستحمل عمره طويل. استخدمت في كمية الزيتون والليمون اللي معايا 5 أكياس ملح على 4 لتر مية. وزي ما قلت لكم مش دي كمية الزيتون اللي بخليها كلها، أنا بخلي كمية أكتر من كده. ولو حابين نخلي الزيتون تاني مع بعض اكتبوا لي في التعليقات وأنا هخليه معاكم. بخلي بقية الزيتون اللي بخليه بعد كده في أزايز حاجة ساقعة وأزايز زيت. وديت أحسن حاجة تقدري تخلي فيها الزيتون لو عاملة كمية كبيرة، ويفضل عندك سنة كاملة من غير ما يهري منك أو يبوظ أو يكون طبقة بيضة على الوش وتضايق قدامك زي ما انت شايفة. ده زيتون السنة اللي فاتت أنا مخلاه في إزازة زيت. خليت الزيتون وحطيته فيها وقفلتها كده وركنتها على جنب. وبخلي الزيتون وبحطه في أكتر من إزازة بالطريقة دي. بفتح الإزازة وباخد منها الزيتون وأحط البرطمان على رخامة المطبخ لحد ما أخلصه وأفتح إزازة تانية. وبكده الزيتون بيبقى موجود عندي طول السنة ومستحيل أشتريه من بره جاهز. عايزاكي تخلي الزيتون السنة زي ما أنا عملته معاكم. وهستناكم إن شاء الله بعد ما تعملوه تاكلوا منه بألف هنا. تقولوا لي في التعليقات إيه رأيكم فيه. يلا ست الكل شجعي هواة الزيتون واعمليه في البيت بنفسك وتسلم إيديك وعينكم مقدما. وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو لسه مكملة وصلت معايا لحد هنا والفيديو عجبك واستفدت مني ولو معلومة بسيطة، ما تنسيش تحط لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعل الجرس ليوصلك كل جديد. وأشوفكم بخير الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.